السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا بنات؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنة وانتم طيبين. هنعمل بقى النهاردة في الفيديو بتاعنا طريقة البيتي فور بطريقة سهلة وبسيطة جدا، وبخطوات ومقادير هتظبط معاكي بإذن الله من أول مرة. لو جربتيه بالطريقة دي مش هتشتريه من بره تاني، وهتعمليه على طول في البيت. هنبتدي بقى نشوف المقادير بتاعتنا كده اللي هتظبط معانا الوصفة، وقلت المقادير سهلة وبسيطة جدا. معايا كده الزبدة بتاعتي 750 جرام من الزبدة، وياريت يكون فيه ميزان علشان المقادير قلت بالجرام بتظبط اكتر من الكوباية. معايا بقى قلت 750 جرام من الزبدة، معاهم 200 جرام من السكر البودر، وهبتدي اضربهم مع بعض كده. الزبدة عندي بدرجة حرارة المطبخ، هبتدي اضربهم كده لحد ما يهيشوا ولونهم هيفتحي معايا. الخطوة دي مهمة جدا، علشان لو الخطوة دي عملتيها صح هتضمني ان البوتيفور بتاعك هيكون حلو جدا وهيديكي نتيجة حلوة. هنضرب بقى كويس جدا كده بالمضرب الكهربائي او مضرب يدوي سلك. بس المضرب اليدوي مشكلته ان هو هيعوق شوية معاكي عقبال ما يديكي النتيجة. هبتدي بقى اضرب كويس كده جدا لحد ما قلت لونها يفتح وهتهيش معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه. هبتدي بقى بعد كده انزل بصفارتين وبيضة كاملة. لو عايزاه ناعم خالص هتبقى 3 صفارات، بس هنا الصفارتين والبيضة الكاملة بيديلك النتيجة بتاعت ان هو البيتيفورة بتاعتك بتكون دايبة كده في البق، وفي نفس الوقت بتكون ماسكة نفسها. لكن 3 صفارات هيكون دايب قوي معاكي. فهنحط بقى كده الصفارتين وبيضة كاملة، بس هننزل بيهم بالتدريج واحدة واحدة ونضرب. وما تخافيش، هي مش هتفصل معاكي، لا، عشان زي ما قلنا الضرب اللي في الاول ضرب الزبدة مع السكر بيكون مهم جدا ان احنا نضربهم كويس علشان باقي الوصفة بتاعتي تنجح معايا بسهولة. هنزل كده بالصفارة صفارة واضرب. نزلت بالصفارة الاولانية وهنزل بالصفارة التانية. اول ما الصفارة الاولانية تختفي هنزل بالتانية، وبعدين هنزل بالبيضة الكاملة ومعاهم رشة من الفانيليا سايلة او اللي هي البودر، مفيش اي مشاكل. هضرب بقى كويس جدا لحد ما الخليط بتاعي كده هيكون جاهز معايا، والبيض بتاعي يكون اختفى خالص. هبتدي انزل بالدقيق. الدقيق بتاعي اللي انا مستخدماه هنا كيلو من الدقيق متعدد الاستخدام. في انواع كتيرة، في الكوثر، في انواع كتيرة. هاتي انتي نوع يكون انتي واثقة فيه ويكون جربتيه قبل كده وعارفة ان هو كويس. هبتدي انزل بقى بكيلو من الدقيق. لو هتعمليه بسكوت بتيفور مكنه هتسيبي الكيلو زي ما هو، هتنزلي بالكيلو سليم مره واحده. لو هتعمليه كيس زي اللي انا عاملاه كده بالكيس هتشيلي منه 3 معالق دقيق. هقلب بقى الدقيق بتاعي كويس كده، انا بقلب بس بصوابع ايديا مش بعجن. ما الدقيق بتاعي يختفي هوقف تقليب. احنا قلنا عجينة البيتيفور والبسكوت مش بيتعجنوا، احنا بنقلب بس بصوابع ايدينا كده لحد ما الدقيق بتاعي يختفي معايا. خلاص كده العجينة بتاعتي هتكون جاهزة. بتكون بتلزق شوية كده لان احنا قلنا ده بتفور كيس مش مكنة، بيكون بيلزق شوية كده علشان 3 معالق الدقيق اللي احنا شايلينهم. هنا بقى ده الكيس بتاعي، كيس حلواني سواء كان القماش او الكيس البلاستيك اللي انتوا شايفينه ده، بس بيكون تقيل شوية علشان ما يتقطعش مني كنت شغالة. وده القمع كده او التيب بتاعي، الرقم بتاعه 6 FT او 7 FT. الاتنين بيكونوا مناسبين جدا للبيتيفور. ال6 وال7، رقم 6 و7 دي الماسكة بقى الصح للكيس بتاعة البيتيفور، او دي الماسكة الصح اللي انت تقطعي البيتيفور بقى او بسكوت او اي حاجة. يعني دي ماسكة الكيس، ان انت تمسكي كده تقسمي العجينة على 2، النص الفوقاني، وتمسكي الكيس كده من فوق بايد، والايد التانية بتكون ماسكة كده كمية صغيرة على قد ايدك من تحت، وتبتدي ان انت تضغطي وتشكلي الشكل اللي انت عايزاه. هبتدي ان انا اشكل كده. شايفين ده التب الرقم بتاعه 7 FT، مدي شكل الوردة الجميلة اللي انتوا شايفينها دي. ال6 برضو بيبقى نفس الشكل مفيش مشاكل، بس بتكون اصغر شوية او ملمومة شوية عن كده، بس بتدي نفس الرسمة.
ده كده انا قطعت الصاج بتاعي، هدخله على درجة حرارة 180 رف وسط. هيقعد ربع ساعة، ربع ساعة او اقل كمان، يعني دقيقة كده او 2. انتي بقى تابعي، علشان قلت على حسب الفرن بتاعك، على حسب الحرارة بتاعته وهو بيسوي ازاي. رف وسط هيقعد حوالي ربع ساعة، وتابعيه اخر دقيقتين كده، بص عليه، ده بيكون السوا بتاعه. شايفين السوا؟ هتبتدي بقى كده تجيبي كده كل 2 شكل بعض، او كل 2 نفس المقاس، لان وارد يكون واحدة منك مثلا بقت اكبر من التانية شوية. انتي برضو وانتي بتقطعي حاولي تظبطي ايدك ان هما كلهم يكونوا مقاس واحد. هنبتدي كده نلزق بقى هنا بالشوكولاتة، او دي الشوكولاتة اللي هي السبريد، او المربى. انا هنا ما حبيتش المربى لان بحس ان هي بتطر البيتيفورة شوية. هشكل هنا بالشوكولاتة، هحشي بالشوكولاتة وهشكل بالشوكولاتة الخام. هسيحها على حمام بخار، سواء بيضة بقى او الشوكولاتة الغامقة. وهبتدي بقى اشكل التشكيل اللي انتوا بقى عايزينه، ده كده انت وذوقك. معايا بقى الشوكولاتة اللي هي الملونة دي، او اللي انا هوريها لكم كمان شوية زي الخرز كده. التشكيل بقى والتزيين بيرجع لك انت وذوقك. شايفين ان انا بوريكم الشكل بتاعه ما شاء الله جميل جدا، والسوا بتاعه حلو، بيكون محتفظ بالرسمة والشكل بتاعه، وبيكون دايب كده من جوه، وطعمه وريحته بتقلب الدنيا من جمالها. جربوه بقى بنفس الطريقة، وشكلوه بالطريقة اللي تعجبكم انتوا وذوقكم. واشوفكم في فيديو جديد بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.